النية ينصرنا العالي تعالى. ان شاء الله. اذا هذه هي الاجواء. تريد ان تضيف ماذا تقول؟ أنا من غزة، أنا جيت من غزة عشان أتابع المنتخب المغربي وأداء مشرف وشرفونا في كل لعبة وفي كل روح قتالية عشان يشرفوا الأمة العربية، وأنا ببارك لهم على الإنجاز اللي عملوه. هذا إن شاء الله إنجاز تاريخي للأمة العربية وإنجاز للمغرب برضه. إحنا من غزة أجينا نتابعهم ونشجعهم. جميع العرب يفتخرون بذلك. جميع العرب الصحيح، وكل قطر والسعودية وتونس كلهم مع المغرب. أنا من غزة، إلى ألف تحية وألف حب للمغرب على الإنجاز العظيم اللي عملته. And I just want to say something. So I just want to say something. The fact that Morocco came so far, it actually united the whole world. So actually the Latin world, I'm from Colombia also, and like everybody just like Morocco put itself like on the map, and everybody's so happy. And I came here from Canada to support my country also. And You like the atmosphere, you like everything? of course, viva Marruecos, viva Morocco, and we're just like so happy and proud of you guys. Thank you guys so much for putting us on the map, and we love you. Thank you for everything. جاءت من كولومبيا، أعجبت كثيرا بالأجواء هنا في هذه النسخة في كأس العالم، وأعجبت أيضا بما قدمه المنتخب المغربي. قالت هذا المنتخب جعلنا نحلم، جعلنا نفتخر، جعلنا نحتفل في كل مباراة انتصر فيها وفاز بها على منتخبات عالمية ومنتخبات كبيرة. وحد بين أيضا الجميع الجماهير العربية التي باتت تحت شعار واحد فقط، وهو مساندة المنتخب المغربي. اليوم نهاية المشوار، ولكن المشوار لا يزال طويل. مركز رابع مشرف للمنتخب العربي، المنتخب المغربي العربي الوحيد الذي تبقى في مشوار هذه البطولة. هنيئا للمغرب. وهذه هي الانطباعات التي كانت هنا من الجماهير المغربية. هنيئا كذلك لدولة قطر، هنيئا لدولة قطر على هذا التنظيم وعلى النجاح الفعال اللي حققوه في تنظيم كأس العالم. ودولة قطر كان لها دور جبار في هذه الفرحة اللي في قلوبنا، لأن الحمد لله نشاهد إلى حد اللحظة اليوم 17 ديسمبر التنظيم لم يكن فيه أي مشاكل، بل الجميع منبهر بهذه الأهازيج بهالفرحة. والحمد لله. الحمد لله. عودة إليكم نبا. شكرا لك بلال جيزة من أمام استاد خليفة الدولي، مسرح مباراة المركز الثالث بين منتخبي كرواتيا والمغرب، والتي